يا اخي مرتضى منصور عمال يهلل ويهدد ويولول وقال ايه يا سيدي، عايز يشارك مكان النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه إيه يا معلم؟ والله امال لو عرفت التقيله النهارده يا معلم، كان في مندوبين من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لكره القدم جوه النادي الاهلي علشان ايه يا معلم؟ دوري السوبر الافريقي. سمعت عنه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم وحلقه جديده وكابتن سيكو. بص بقى يا كبير، لو الفيديو ده جالك والله ده يبقى من حسن حظي. لو شفت الفيديو ده ومشتركتش في القناه، انزل حالا بلا نشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش بقى تدي احلى لايك كده علشان عايزين نوصل الحلقه دي ل 10000 مشاهده. شفت يعني والله المبلغ يعني عدد مش كبير خالص يعني مقارنه باللي موجود على اليوتيوب ده. يعني احنا لسه في البدايه يعني، وربنا يكرمنا ان شاء الله على خير. النهارده يا معلم زي ما قلت لك ان كان في مندوب او مندوبين من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لكره القدم جوه النادي الاهلي. الناس دي كانت بتتكلم وبتتناقش مع النادي الاهلي اللي هو هيشارك في بطوله دوري السوبر الافريقي. الناس دي خلصت واتكلت على الله. طب هو يا جماعه، هو انتوا خلاص كده يعني بعد ما خلصتوا الاجتماع ده خلاص كده مروحين؟ اه يا عم مروحين يعني خلاص، يعني مش هتروحوا للقطب الثاني للكره المصريه؟ يا ابني قطب؟ ايوه يا جدعان القطب، الناس اللي قاعدين في 100 عقبه دول مش هتروحوا لهم علشان المشاركه؟ لا يا عم مش هنروح لحد. يا جدع ازاي مش هتروحوا لهم؟ الناس دي واخده 2 دوري ورا بعض وكاس ومقطعين الدنيا، ازاي مش هتروحوا لهم؟ لا يا عم مش هنروح لهم. هنروح لهم بتاعي اصلا البطوله دي كانت 24 فرقه، ودلوقتي عشان في شويه مشاكل ماديه كده فقلنا خلاص هنبتدي ب8 فرق. فاحنا اخترنا اكتر 8 فرق في افريقيا، يعني عندهم شعبيه وفي نفس الوقت ارقامهم كويسه اخر 5 سنين. ايه ده بس كده؟ يعني هم 8 فرق وخلاص؟ اه يا عم والله احنا اخترنا 8 فرق وخلاص. طب بقول لك ايه والنبي، يعني 2 دوري و1 كاس؟ لا. طب بقول لك ايه، مرتضى منصور هيكتب لكم جنينه. اه والله جنينه، في هناك جنينه ما عليهاش اسم حد، هنكتبها لكم. طب بقول لك ايه، هنشيل اسم رضا عبد العال من على جنينه ونديكم الجنينه الثانيه، يبقوا جنينتين. بس تعالوا والنبي، والنبي يا عم متسيبي هات الوفد وتعالى. يا ابني الوفد ايه وبتاع، احنا مش هنروح اصلا، هو الموضوع خلص خلاص وهي فرقه واحده من مصر، تتكلم في ايه؟ يا عم لا، احنا عايزين، احنا اصلا كنا داخلين نشارك مكان النادي الاهلي، احنا المفروض اللي احق نشارك في كاس العالم للانديه. احنا واخدين 2 دوري يا عم و1 كاس، وبعدين ده احنا كمان ده مش كاس العالم للانديه بس، ده احنا كمان الاحق ان احنا نشارك في دوري السوبر الافريقي ده. ازاي بس يا جماعه؟ ايه الظلم ده؟ ايه الظلم ده يا جماعه؟ احنا واخدين 2 دوري و1 كاس، ايه الظلم ده؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ يا حبيبي احنا اخترنا الموضوع ده على حاجتين، الشعبيه. لا اقف بقى، شعبيه ايه؟ ما تتكلمش عن الشعبيه. الحمد لله اكتر مشجعين في مصر زملكاويه، بتتكلم يعني النسبه، والوطن العربي وافريقيا، فما تتكلمش بقى في العدد. يا ابني عدد ايه؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ طب بلاش المشجعين، اللي ما اعرفش انت جبت الكلام ده منين، بس يلا على الله. وبعدين انتوا لو كتير قوي مش باينين ليه على السوشيال ميديا، وكل ما بيحصل استفتاء لعيبه الاهلي بتكسب حتى لو اللعيب قاعد على الدكه؟ امال انتوا فين يعني يا عم الحاج؟ فبلاش ونبي حته الايه المشجعين دي. طب ناخدها ايه للارقام؟ ارقام اخر 5 سنين. الزمالك ارقامه ايه اخر 5 سنين في حته بطوله افريقيا دي؟ انت بص يا معلم، انت بتصفي في بطوله افريقيا في الدور ال 64 زيك زي ولايه ديتش الاثيوبي بالظبط، مفيش اي فرق، انتوا الاثنين بتصفوا في ال 64. واخر بطوله افريقيا خدتها كان سنه 2002، يعني بقالك 20 سنه ما خدتش بطوله افريقيا. ها ايه تاني؟ طب بقول لك، انت اصلا لما بتصعد بتبقى حصلت مجموعتك، لدرجه ان النادي الاهلي في اوقات كتيره قوي كانوا بيتمنوا يلاقوكوا في المجموعه علشان يبقوا ضمنوا ال6 نقط ويبقى الماتشين في القاهره وبلاها سفر وهم. ها ايه تاني؟ طب خد التقيله، اكبر انجاز انت عملته وصلت للنهائي في 2016 والحاج موسيماني وصن داونز خدوها منك هنا في القاهره. ايه تاني؟ ما هي دي انجازاتك يا حبيبي في افريقيا، هي دي انجازاتك في افريقيا. وانت فاكر ان انت عايز تروح كاس عالم للانديه وعايز تروح دوري السوبر الافريقي علشان خدت 2 دوري و1 كاس خلاص بقى كده؟ طب ما تبص بقى للارقام، انت دلوقتي 14 دوري، الناحيه الثانيه 42. شوف انت 5 بطوله افريقيا، احنا خلاص احنا في الشلاحات، احنا عدينا يا ابني الكلام ده، احنا ضعفوكوا خلاص. الكلام ده مات وعدى عليه سنين يا جماعه،
والله المفروض انتوا تبقوا عارفين يا جماعه حاجه زي كده. والله العظيم ده ما تنمر، انا مش بتنمر والله يا جماعه، دي حقيقه. الحاجات اللي انا قلتها في افريقيا دي حقيقه، اقسم بالله انا مش بتنمر على حد، دي حقيقه المفروض احنا كلنا مسلمين بيها. تمام. وبالتالي ما ينفعش انك انت تصعد او انك تلعب في الحاجه زي يعني تلعب في الدوري ده بالنتائج دي. هما الناس اختاروا 8 فرق بس، والثمان فرق انت مش فيهم. الاهلي المصري، الوداد، الترجي، صن داونز، مازيمبي، حوريه الغيني، سيمبا التنزاني، وبترو اتلتيكو. ادي ال8 فرق دول بناء على ارقامهم في قاره افريقيا اخر 5 سنين قال لك احنا هنبتدي بيهم. طب خد بقى الاجمد، انت عارف ان اللي هيشارك في البطوله دي كل فرقه هتشارك هيبقى ليها $1,000,000. طب خد بقى الانقح، تعرف ان اللي هيكسب هياخد $11,000,000. طب تعرف ان البطوله دي هتتلعب شهر 8 اللي جاي. كل الحاجات دي انا بقولها لك علشان تبقى على علم وعلى درايه بيها، لان الحاجات دي انت هتبقى بتسمع عنها زي ما بتسمع عن كاس العالم للانديه بالظبط. تمام. ففي يا معلم فرق ما بين حاجتين، في فرق يعني النادي الاهلي في حته وانت في حته تانية خالص، في فرق سنين ضوئيه. خليك انت في مشاكلك ومنشطاتك وحواراتك وسلطاتك وبابا غنوجك، وخلينا احنا يا معلم ايه في الدولارات اللي هناك دي. ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخدها، علشان احنا ايه في اشد الحاجه للدولارات دي يا معلم، انت فاهم بقى، عشان يعني بنبني فريق وبتاع وكده، ونفضل على طول على طول على طول ان شاء الله بناخد دوري وناخد افريقيا وناخد كل البطولات، وتبقوا دايما تسقفوا لنا بامر الله. اشوفكم على خير وحلقه جديده. سلام.